محمد الحجري، المشجع الذي يعرف بالمشجع المنحوس. أنا أعتذر. لا تعتذر، حلوة صارت. حبيبي كيف أمورك؟ محمد أنا سعيد جدا إنه ألتقي بك الآن يعني حبيبي، ولكن للأسف يعني ترتدي زي كرواتيا، وكرواتيا خسرت وخرجت. اي والله، وهنا تبدأ القصة. كيف؟ يا أخي كل فريق أشجعه يخرج. ليش؟ الله أعلم. والله هي نحاسة، ما أعرف، يمكن في عدم رضا الوالدين، الله أعلم. يا أخي والله ما فهمت، كل فريق أشجعه يخرج. طيب قل لي الفرق اللي شجعتها وخرجت. هذه الضحية التاسعة. التاسعة تقريبا. لا حول ولا قوة. انزين يا أخي شوف، في البداية شجعت الأرجنتين اللي هم اليوم في النهائي وخسروا أمام السعودية. انزين شجعت قطر في الافتتاح وخسروا من الإكوادور. شجعت السنغال وخسروا السنغال. شجعت البرازيل وخسروا من كرواتيا. شجعت كوريا ضد البرازيل وخسرت كوريا. شجعت ايش بعد ذكروني يا شباب. ايش بعد؟ هولندا، ايوه هولندا وخسروا. برتغال، اسبانيا، واليوم كرواتيا. بكره ما حتشجع، نعطيك اجازه ولا حتشجع فرنسا؟ اعطوني اجازه. انا خايف خليك تشجع فرنسا ويصير العكس، يعني تتغير الطفره. ايوه هذه انا اللي والله ما انام افكر، اقول ايش بيصير، وسبحان الله تضبط. يعني في ناس يفكروني ساحر. والله انا ما اعلم الغيب، هذه من الله والله. سبحان الله. حظوظ. كيف تختار الفريق الذي تشجعه؟ والله شوف، هو شيئين. احيانا اكون ابغى مثلا الفريق هذاك يخسر، فانا احب اشجع هذا الفريق، فاروح اشجعه يخسر يطلع الفريق اللي انا اشجعه. لازم نعطيك اجازه بكره، شو رايك؟ لا المغاربه بيذبحوني. لا والله المغربيين كلهم موصلين. الله سمعت اوعى. الشباب يقولون لا تقربنا المغرب. اي والله ما اقرب بكره. اي والله بس الارجنتين اذبح والله. شفت انا اهلا. هذه تهديدات اخوه مباشره. اذا انا اقترح عليك ايوه تاخذ اجازه. اخاف نخطف يا شباب. لا بنشيل معنا ان شاء الله. محمد حبيبي شكرا لك كثيرا. شكرا لك، بارك الله فيك. احسنت. ما تشجع اي واحد، اوكي؟ لا تشجع فريق، ما اقدر. خليك هيك.